اهلا بكم في الجزء الثاني من موديول التقارير في سلسله شرح سيستم مالي. الحلقه اللي فاتت شفنا ازاي السيستم بيحسب لك ارباحك بالمليم وكمان بيتوقع لك المستقبل. النهارده هندخل على النص الثاني من الشاشه الماليه، الحته اللي بتحل اي مشاكل في اي بزنس. اداره الشركاء. الشراكه حلوه لحد ما نيجي نوزع الارباح او شريك يقرر انه عايز ينسحب. هنا السيطره في مالي راحت لليفل تاني خالص. أول ما بتفتح إدارة الشركاء بيقابلك كروت تقيلة جدا، أهمهم صافي حقوق الملكية النت إيكويتي، وهي قيمة الشركة الحقيقية دلوقتي بعد خصم الالتزامات، وكارت الأرباح غير الموزعة علشان تبقوا عارفين الشركة كسبانة كام ولسه ما توزعش. تحتها هتلاقي كارت لكل شريك مكتوب فيه اسمه، نسبة حصته في الشركة كام في المية، حقه المالي اللي ليه جوه الشركة قد إيه بالظبط، وده بناء على الأرباح والخسائر وحقوق الملكية. وتقدر تدير كل المعاملات المالية للشركاء من زرار المعاملة. لو الشريك عايز يسحب جزء من أرباحه بيعمل سحب، لو الشركاء قرروا يكبروا البيزنس وكل واحد هيدفع مبلغ بتسجل زيادة رأس مال، وكل حركة بتسمع في حصص الشركاء في خزنة الشركة اوتوماتيك. لكن أقوى ميزة هنا والميزة اللي بتمنع قضايا ومحاكم وتصفيات معقدة احنا في غنى عنها هي ميزة تخارج الشريك. نفترض ان في واحد من الشركاء قرر يخرج من البيزنس، الطبيعي انكم بتجيبوا محاسبين ويقعدوا شهور يصفوا الحسابات. اما بقى في مالي انت بتدوس على زرار خروج شريك. اول حاجه السيستم بيعملها انه بيتاكد من الشروط القانونيه والمنطقيه، هل في شريك تاني على الاقل هيفضل، وهل مجموع الحصص بعد التوزيع هيفضل 100%. لو تمام السيستم بيفصص لك حساب الشريك ده بالقرش، راس ماله الاساسي، نصيبه من الارباح الغير موزعه، نصيبه في الاصول، وبيقول لك الشريك ده ليه كام بالظبط. هنا السيستم بيسألك هتديله فلوسه كلها دلوقتي كاش ولا هتديله جزء منها. لو قلت له مثلا هديله 50,000 دلوقتي والباقي بعدين، انت بتكتب الرقم وتدوس تنفيذ. في ثانية واحدة السيستم بيعمل 3 حاجات اوتوماتيك. اول حاجة انه بيخصم ال50,000 من الخزنة، تاني حاجة بياخد باقي الفلوس اللي للشريك وبيسجلها كمديونية على الشركة في موديول المديونيات علشان يتسدد له في ميعاده. اما بقى تالت واخر حاجة انه بياخد حصة الشريك اللي خرج ويوزعها بالنسب العادلة على الشركاء اللي مكملين، بدون اي حسابات يدوية، بدون تدخل بشري، وبدون اي احتمالية للخطأ او الظلم. موديول التقارير واداره الشركاء هو المحاسب القانوني بتاعك اللي مش بينام. احنا لسه هنتكلم عن كل كارت منفصل، الرقم اللي فيه تستفاد منه ازاي. بكده احنا شرحنا كل موديولات التشغيل والاداره والماليات في سيستم مالي. ناقص حلقه واحده بس نختم بيها السلسله دي، وهي حلقه الاعدادات، المكان اللي بتشكل منه السيستم عشان يخدم البيزنس بتاعك. استنونا في الفيديو الاخير.